لسه بنسنتر حرفيا ومودريتش بيلعب اسيست عالمي ورودريجو بياخدها ويشوطها، بس الشناوي هنا بيصد. ودفاعات الاهلي حرفيا بتتفرج على فالفيردي وهو بيحط الهدف الثاني للريال، والنتيجه 2-1 لريال مدريد. الاهلي بيرد بكره خطيره بعد ما قفشه بيلعب واحده للشحات اللي بيحط واحده جنب القائم الشمال. وقله خبره لعيب النادي الاهلي في المباريات اللي زي كده ضيعت كتير على النادي الاهلي. تاني واحده من شريف اللي ما بيعرفش يلعب براسه اصلا وبتروح بره. التالتة من شريف بس بتطول منه بطريقه غريبه. الشحات بيرجع تاني وبيلبس كامافينجا في ضربه جزاء، وبصراحه الشحات كان واكل عيش على قفاه. بيخش علي معلول وبيحط اولى اهداف النادي الاهلي والنتيجه بتقرب، والاهلي لحد دلوقتي عامل اداء عالمي. ولو المباراه خلصت كده ما كانتش جماهير النادي الاهلي زعلت الزعل ده، لحد ما تيجي اغرب كره في المباراه وهدف التعادل بيضيع من قفشه اللي حرفيا ضيع كره ما تضيعش. انا بصراحه مش عارف قفشه كان بيعمل ايه، كره سهله قوي، ضربه ركنيه ومعلول بيلف واحده على راس طاهر والحارس بيتالق وبيشيل هدف.